الإنسان مطالب في حياته الدنيا بأن يحرص على بر الوالدين، ومطالب بأن يعيش حياة كريمة ملؤها السعادة والبر والإخاء. ذلك لا يحدث إلا بطاعة الله تبارك وتعالى الذي قرن التوحيد بطاعة الوالدين والإحسان إليهما. ربنا تبارك وتعالى قرن التوحيد في أكثر من موضع بالإحسان إلى الوالدين. هذه هي وصية الله تبارك وتعالى لنا، فلا بد للإنسان أن يحرص عليها وأن ينفذها حتى يسعد في حياته الدنيا وفي أخرى. أسأل الله العلي القدير في هذا المقام الكريم أن يتقبل منا جميعا، وأن يجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا، وأن يجعلنا جميعا في مستقر رحمته، وأن يتقبل أعمالنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يحفظ بلادنا، إنه ربنا تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحباب، سنعود إلى روضة القرآن الكريم ونعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لقارئ أحسبه من القراء الذين يخشون الله تبارك وتعالى في تلاوته. صوته يصل إلى القلوب قبل الآذان. هذه حقيقة يلمسها كل من يسمعه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه وأن ينفعه وأن يرفعه بالقرآن الكريم، وأن يجعل القرآن الكريم شاهدا لنا جميعا لا علينا. اللهم آمين يا رب العالمين. نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي.